كله بيسمع، لكن كم واحد بيعمل؟ فالناس بتيجي الكنيسه بناء على دعوه، لا خمير عاملين النادي فيه هدايا ومفيش حد يجيب يا شباب وكل واحد ياخد ساعه. ايه رايك في الكلام ده؟ هيكمل ولا مش هيكمل؟ كل واحد ياخد ساعه، مش بالسحب، لا هيوزع ساعات. ايه رايكم؟ في حد هيجيب؟ ده اللي غايب هيجي. والكلام بيعمل ايه؟ يتملي. بيدور على الدعوه، ايمان موروث. تعال خد الايمان الثالث عشان ما توهكش معايا، هو ايمان الخلاص. ايمان ايه؟ خلاص. الخلاص. وهنا دوات كل مختبر وكل مؤمن هيعرف معناه الحقيقي كله. أنطونيوس يقول في رمية 10 عدد 9 اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي: لأنك إن اعترفت بفمك وآمنت بقلبك إن الله بالرب، وآمنت بفمك، اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك إن الله أقام من الأموات خلصت. يبقى ده اسمه إيمان إيه؟ خلاص. إيمان الخلاص هو إيمان القلب. إيمان الاعتراف بالرب يسوع المسيح مخلصا شخصي على حياته. الإيمان اللي الرب ما شافوش في نيقوديموس. أول ما بص لقي نيقوديموس كده هو أنت إنسان معلم، إنسان حافظ من جلدة لجلدة، لكن أول ما شاف الرب يسوع كل المجد قالوا إيه؟ ينبغي أن تولد من فوق. من فوق، لأن ربنا كان عاوز يغير إيه؟ قلبه منين؟ من الداخل. جوه. إيمان الخلاص. أنا هعرض عليك الخمسة وهسألك في النهاية السؤال: أي إيمان أنت عايش فيه لحد دلوقتي؟ أي إيمان أنت بادئ فيه؟ إيمان عام أديك مسيح وبتيجي تصلي وبتطلع تشتم بره الكنيسة وبتحلف وبتتكلم وبتعمل الموبايل وكل الحاجة الحلوة اللي بتعملوها، أديك عايش زي ما أنت وبتحضر اجتماعات. الإيمان موروث زي الأب وزي الأم وزي ما بيعمل أنا بعمل. الإيمان خلاص إنك آمنت وقبلت الرب يسوع مخلصا شخص حياتك. وده اللي عمله السجان. فاكرين سجان فيليب لما جاء لبطرس جاء لبولس أعمل إيه؟ في سفر الأعمال أصحاح 16 عدد 30 31 لما قالوا إيه؟ يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ سأل السؤال ده: أنت عاوز عشان أخلص أعمل إيه؟ ما أنا مرات كتير أقول لك لازم تتجدد يا بنت، لازم تتجدد يا حبيبي، لازم تتخلص يا بابا. طب تقول إزاي؟ أقول لك كده: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ عدد 31 يقول له إيه هنا؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وإيه؟ وأهل بيتك. في خلاص، في إيمان اسمه إيمان الخلاص. مش إيمان موروث ولا إيمان عام ولا زي ما الناس كلها بتقول مؤمن يعني. كل واحد مؤمن. كم نوع من الإيمان دلوقتي؟ 3. كم نوع؟ 3. مين حفظهم بسرعة؟ عام، موروث، إيماني. خلاص برافو عليك. طيب. زي ما قلت لكم الكتاب لما ابتدى يقول كده، يقول إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى. يوحنا 3:3. اقرا الجزء الأخير ده. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى كلمتين: ملكوت. وبناء عليه لما يدوك استمارة وكده يقول لك تاريخ الولادة الجديدة، تقدر تكتب التاريخ ايه؟ تاريخ ميلادك الروحي. مين عارف تاريخ ميلاد الروحي؟ أنا أقدر أقول لك أنا 23/8/3